لما وصل الرحالة العربي ابن بطوطة لمدينة دلهي الهندية سنة 1334 كان عنده شعور مخلوط ما بين الحماس والخوف، لأن السلطان محمد حاكم مدينة دلهي كان معروف بتصرفاته الهمجية والغير متوقعة. لكن لما وصل الرحالة ابن بطوطة لقصر الحاكم اتفاجئ باستقبال مميز، وإن السلطان محمد كان وجهه بشوش وهو بيستقبله، وكان كريم معاه لدرجة إن عينه قاضي ليه. في الوقت ده كان شهرة ابن بطوطة وصلت العالم الإسلامي كله، وده ساعده انه ياخد منصب راقي جدا زي منصب قاضي الحاكم. لكنه معرفش يطول في المنصب ده كتير، لان في يوم من الايام شاف بعينيه ليه الناس بتوصف السلطان محمد بانه همجي وغير متوقع، وده لما حضر ابن بطوطة اجتماع ما بين السلطان مع الحاشية بتوعه والوزراء. وفي الاجتماع ده واحد من الوزراء كان بيتكلم مع السلطان ان في مجموعة من الشعب كانوا معترضين على قانون الضرائب الجديد. في الاول السلطان محمد كان هادي وهو بيناقش الوزير، وفجأة انفعل عليه بشكل قوي جدا، وأمر الجنود بالقبض على كل الوزراء وإعدامهم وتعيين وزراء جداد. في اللحظة دي فهم ابن بطوطة ليه الحاكم ده وصفوه بالجنون، وقرر إنه لازم يهرب من الهند في أقرب وقت. دي نبذة سريعة عن واحدة من مغامرات الرحالة العربي المشهور ابن بطوطة، اللي رحلاته بدأت سنة 1325 وامتدت لأكتر من 24 سنة. في ال 24 سنة عاش مغامرات كتير مليانة بالحماس والإثارة، واللي للأسف قصة مغامرات ابن بطوطة مش مشهورة كتير في وطننا العربي، مع إن نهايتها كانت مفاجأة بكل المقاييس. النهاردة هنحكي قصة ابن بطوطة من البداية، لأن القصة وراها حكاية. اتولد الرحالة العربي ابن بطوطة في المغرب سنة 1304 ميلادية، واسمه الحقيقي كان شمس الدين أبو عبد الله. لكن لو تتبعت العيلة الأخيرها زي كده هينتهي اسمه بابن بطوطة، بالرغم من ان الناس كانت بتندهه باسمه الاول اللي هو شمس الدين، الا ان في الكتاب اللي دون رحلته كان اسمه ابن بطوطة. المهم ابن بطوطة اتولد في اسرة تابعة للبربر ومعروفة بايمانها القوي ودراستهم للاسلام والقضاء. لكن دي ما كانتش الحياة اللي ابن بطوطة كان عايزها لنفسه، هو كان حلمه اكبر من كده بكتير. فقرر وهو عنده 21 سنة ان يبدأ في اول رحلة ليه، وكانت الرحلة دي لمكة لأداء مناسك الحج. ورغم اعتراض عيلته على سفره المسافة الطويلة دي في سنه الصغير ده، إصراره على إنه يكون رحالة قدر يقنعهم، وبالفعل بدأ رحلته. الرحلة اللي في العادي بتاخد حوالي 16 شهر، إلا إن ابن بطوطة مرجعش للمغرب غير بعد 24 سنة. ابن بطوطة بدأ رحلته لوحده، بيمر على بلدان ومدن كتير. لكن أول استراحة طويلة لابن بطوطة كانت لما وصل لتونس، وقرر يستقر هناك لمدة شهرين، لأن المحطة الجاية في رحلته هتكون محطة شاقة جدا، وهي عبور الصحراء الليبية كاملة. وكان مقرر إنه مش هيقف لمدة طويلة تاني إلا لما يوصل لمدينة الإسكندرية. ومع إن مرحلة عبور الصحراء الليبية كانت شاقة جدا على ابن بطوطة، إلا إن ما حصلش فيها أحداث كتير. ولما وصل ابن بطوطة الإسكندرية سنة 1326 قابل اتنين أثروا فيه بشكل كبير جدا. الأول هو الشيخ المرشدي اللي فسر له واحدة من أحلامه، وقال له إنه هيكون راجل رحالة. والشخص التاني اللي قصته مبهرة بكل المقاييس هو الشيخ برهان الدين، اللي قال له إنه بيفكروا بإخواته اللي سافروا لبلاد بعيدة. فقال لابن بطوطة أنت لازم تقابل أخويا راقون الدين في السند، وأخويا فريد الدين في الهند، وأخويا برهان الدين في الصين. طبعا ابن بطوطة في سنه الصغير ده لما كان يسمع من حد إن لازم تسافر للسند والهند والصين، كانت بالنسبة له رحلات بعيدة عن كل خياله. فمجرد حلم واحد من المغرب إنه عايز يوصل للصين، كان دايما بيختار طريقة السفر عن طريق البحر عشان تكون سهلة وتوصله في أقصر مدة اللي كانت بتتراوح من 4 ل6 سنين. وده لو كان هيكون مجرد سفر، مش رحالة هيقف في بلاد ويعيش تجارب حياتية. فلما بدأ ابن بطوطة يفكر هل في يوم من الأيام هوصل للصين وأنا رحالة، أول حاجة جت في دماغه إن أنت هتقضي عمرك كله يا ابن بطوطة بتسافر بين البلاد. ومع إن ابن بطوطة قضى وقت جميل جدا في الإسكندرية بصحبة الشيخ المرشدي والشيخ برهان الدين، إلا إن وجهته الأساسية كانت لسه في دماغه، وهي ذهابه لأداء مناسك الحج. لكن بعد فترة من استقراره في الإسكندرية بدأ ابن بطوطة رحلته لمدينة القاهرة، وهناك قابل بعض الناس في الجامع الأزهر وقال لهم إن هدفه هو الحج. فقالوا له إن أفضل طريق تكمل منه هو من خلال فلسطين، وحذروه إن جنوب دولة المماليك على وشك الدخول في حرب، وإن من وجهة نظرهم إن أمن طريق هيكون هو طريق فلسطين. لكن ابن بطوطة تجاهل النصيحة وراح على مدينة حلايب المصرية عشان يعدي البحر الأحمر ويوصل منها إلى مكة. وكان عشان يعدي البحر لازم يعدي على ميناء عيذاب، ولما وصل اتفاجئ إن في حرب ضخمة جدا.
فقرر انه يرجع تاني بأسرع وقت للقاهرة. ساعتها فكر ابن بطوطة ان بدل ما الإحباط يدخل قلبه انه يستغل النصيحة اللي اتقدمت له في الجامع الأزهر، وانه يذهب الى اداء مناسك الحج عن طريق فلسطين. تغيير المسار ده خلى ابن بطوطة يذكر في مذكراته ان عدى على بلاد كتير في طريق شبه زجزاجي، وفي الطريق ده زار اكتر من 20 مدينة في منطقة الشام العربي، واللي كانت اخرهم مدينة دمشق اللي لما دخلها ابن بطوطة كان شهر رمضان بيبدأ، فحب انه يقضي شهر رمضان في اجواء الاحتفالات الدمشقية. وبالفعل بعد انتهاء شهر رمضان بدأ ابن بطوطة مع قافلة الحجاج يبدأوا في رحلة 1300 كيلومتر للمدينة المنورة اللي قضى فيها 4 أيام، وبعدها اتجه مع الحجاج إلى مكة. وبعد ما أدى مناسك الحج وقعد في مكة فترة ما تقلش عن 4 شهور، جه في باله إنه دلوقتي ممكن يرجع للمغرب، لكن احتكاكه بالمسلمين اللي جايين من كل مكان لأداء مناسك الحج خلاه يفكر إنه عايز يشوف الدولة الإخلانية المعروفة بدولة مغول الفرس، ودي الدولة اللي كانت بدايتها بوذية، لكن في أقل من 50 سنة كانت كلها مسلمة. فالدولة الإخلانية كانت بتحكم أجزاء كبيرة جدا من تركيا وسوريا والعراق وإيران وباكستان ومدن تانية من الدول المجاورة، واللي كانت معروفة وقتها بقوتها الكبيرة جدا وجيشها الذي لا يقهر. وبدأ رحلاته الكتير من مدينة النجف العراقية لمدينة البصرة، ومن بعدها لأصفهان الإيرانية، وفي الآخر رجع تاني لبغداد. المنطقة دي كلها اللي كانت تحت حكم أبو سعيد بختر خان الإخلاني اللي كان معروف بجبروته في الحروب، واللي استقبل ابن بطوطة كضيف لفترة. لكن ابن بطوطة شاف منه حاجة علمته درس مهم جدا، إن مهما كانت عظمة الشخص اللي قدامك فهو مجرد إنسان. لما فجأة ظهر وباء الطاعون في المنطقة، واللي كان معروف وقتها بمرض الموت الأسود، اللي أصاب أجزاء كبيرة جدا من المملكة، وأصاب كمان القصر الملكي وقتل الملك وأولاده الاتنين. وفي يوم وليلة بدأت الدولة كلها تنهار قدام عينين ابن بطوطة. في اللحظة دي جنان ابن بطوطة خلاه ما يسيبش المنطقة، بل بالعكس بدأ يكمل رحلته في استكشاف المدن المختلفة، فزار مدينة تباريز ومنها للموصل، وبعدها جزيرة ابن عمر ومدينة سنجار، وأخيرا رجع للموصل مرة تانية. ومن هناك لقى إن في قافلة هتتجه للحج، ففكر إنه يؤدي مناسك الحج معاهم للمرة التانية. وبعد ما خلص مناسك الحج فكر إنه عايز يزور مدينة جدة، ومن جدة أخد سفينة وطلع لليمن، وقضى فترة مش طويلة هناك، وطلع منها على عدن، ومن عدن اتجه للصومال، وبعد الصومال راح لمقديشو اللي وصفها إنها بلد كلها تجار وناسها طيبين، لدرجة إنهم بيدعوا المسافرين لبيوتهم، المسافرين اللي كانوا بيكونوا تجار جايين ياخدوا الأقمشة اللي بتنتجها مقديشو ويصدروها للعالم كله، لدرجة إن واحدة من أكبر المستوردين للأقمشة اللي بتطلع من مقديشو وقتها كانت مصر. ومن هناك طلع ابن بطوطة على مدينة مومباسا، ومنها لمدينة كيلوا اللي موجودة النهاردة في تنزانيا. وبعد ما قضى الفترة الطويلة ديت في المدن الأفريقية قرر إنه يرجع تاني لجزيرة العرب، فطلع من أفريقيا على عمان وقضى فيها أيام بسيطة، وبعدها رجع إلى مكة ومنها إلى جدة للمرة التانية. وبعد ما قضى في جدة فترة قليلة رجع تاني على القاهرة، ولما وصل ابن بطوطة للقاهرة راح يزور الجامع الأزهر للمرة التانية. وكانت النصيحة اللي اتقدمت له هناك إن أنت قضيت رحلات طويلة جدا أخدت من عمرك سنين، وجه الوقت إن ترجع على ميناء الإسكندرية وتطلع منه على المغرب. ودي اللي كانت لحظة فارقة في حياة ابن بطوطة. هل فعلا هوقف رحلاتي وارجع تاني لبلدي؟ وفي لحظة تفكير بينه وبين نفسه شاف ان فضوله لسه كتير جدا على ما ينتهي. لو عجبتكم القصة لحد دلوقتي اعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان تجيلكم فيديوهات الجاية. يلا نكمل القصة. في الفصل ده من حياة ابن بطوطة كان كل تفكيره ان عايز رحلاته تروح للشرق اكتر بكتير من الاول، مش عايز تكون رحلاته بتنتهي عند العراق او عند ايران، لكن عشان يعمل كده لازم يطلع على فلسطين ومنها لبنان، وبعدها راح لمدينة اللاذقية وركب من هناك سفينة لمدينة ألانيا ومنها لمدينة إجريدير في ولاية سبارتا اللي قضى فيها شهر رمضان، واللي كانت تجربة فريدة جدا لابن بطوطة. بعد كده رحلة ابن بطوطة كانت غريبة شوية، واختلفت المخطوطات الكتيرة اللي بتحكي عن رحلة ابن بطوطة في ترتيب المدن اللي زارها بعد كده، لكن على حسب الكلام اللي منسوب لابن بطوطة نفسه فهو راح لمدينة ميلاس وبعدها لمدينة كونيا، ومن هناك لمدينة إيرزورام وبعدها لمدينة برجي. وأيا ما كان الترتيب بتاع المدن دي كلها، إلا إن المحطة الأخيرة اللي قضى فيها مدة طويلة نسبيا كانت في الدولة البيزنطية، زار فيها بلاد كتير، وفي الآخر راح على مدينة أناطوليا وركب سفينة لخانية القبيلة الذهبية اللي كانت معروفة باسم دولة مغول القفجاك، واللي كانت في الوقت ده دولة إسلامية. زار فيها كذا مدينة لحد ما وصل للعاصمة وهي مدينة أستراخان. هناك قابل السلطان أوزبك خان
اللي استضاف ابن بطوطة في قصره بعد ما عرف مين هو ابن بطوطة وإيه الرحلات الكبير اللي وصلته لمدينته. وهناك اتعرف على واحدة من زوجات السلطان اللي كانت قصتها مبهرة جدا لابن بطوطة. ففي الفترة دي دولة المغول كانت تحت قيادة أوزبك خان، وكانوا من أقوى جيوش العالم، لكنهم ما كانوش منظمين زي الدول التانية وبنسبة كبيرة قبليين، لكن أعدادهم كانت كبيرة جدا وعندهم مهارة عالية جدا في ركوب الخيل، وده اللي شجعهم انهم يعملوا اسطول قوي جدا. القوة الكبيرة لدولة المغول دي خلت ان بسبب قربهم من الدولة البيزنطية يقرر الامبراطور البيزنطي انه عشان يضمن ان ما يدخلش حرب مع المغول يبعت بنته بالتبني عشان يتجوزها أوزبك خان. ولما وافق أوزبك خان ويتجوز الأميرة البيزنطية بايلون، يكون دوت بمثابة معاهدة سلام ما بين الدولة البيزنطية ودولة المغول، معاهدة السلام اللي كانت مشروطة بأن الأميرة تفضل محافظة على ديانتها المسيحية. ورغم أن الجواز كان الهدف منه هو السلام، إلا أن السلام ده ما استمرش مدة طويلة. وفي أثناء وجود ابن بطوطة في مدينة أستراخان بدأ عدوان من المغول على الدولة البيزنطية، مش بهدف الاحتلال لكن بهدف السرقة. فكانت الأميرة بايلون خايفة أن يتم إجبارها على اعتناق الإسلام بالإكراه واستخدامها كرهينة في الضغط على الإمبراطورية البيزنطية، خصوصا إنها كانت حامل من أوزبك خان. ولأن ابن بطوطة كان عارف كل تفاصيل قصة الأميرة البيزنطية اللي اتجوزت حاكم المغول، قرر إنه يساعدها في الهروب من قصر أوزبك خان ويرجعها للدولة القسطنطينية مرة تانية لوالدها. وبالفعل بدأ خطته في تهريب الأميرة لبلادها مرة تانية، وهربوا من القصر ووصلها بنفسه لمدينة القسطنطينية. قرر الإمبراطور البيزنطيني أندرونيكس إنه يكرم ويشكر ابن بطوطة بنفسه على إنه ساعد بنته إنها تهرب من قصر المغول ويرجعها لبلادها مرة تانية. وبعد ما الإمبراطور استضاف ابن بطوطة فترة، حس ابن بطوطة إنه عايز يرجع تاني لرحلاته، فراح لمدينة بوخارا ومنها لسمرقند عاصمة المنجل، وقابل هناك ياسون تيمور خان إمبراطور يوان اللي كانت بتحكم معظم الصين وقتها، لكنه ما طولش وكمل طريقه للهند، وبالأخص العاصمة الهندية دلهي. وفي الهند عاش ابن بطوطة القصة اللي حكيناها في أول الفيديو، لما السلطان محمد طغلق عين ابن بطوطة قاضي خاص ليه. لكن ابن بطوطة اتفاجئ بشخصية السلطان العصبية والغير متوقعة واللي فيها كل صفات الهمجية، لكن في نفس الوقت مسيطرة بقوة على الحكم. لكن التوتر اللي عاش فيه ابن بطوطة ما كانش بسبب السلطان بس، ولأن بالرغم ان السلطنة الهندية وقتها كانت رسميا مسلمة، لكن كتير من المحليين ما كانوش مسلمين، فكان صعب على ابن بطوطة ان يعيش دور قاضي الملك، انه مش هيقدر يطبق الشريعة الإسلامية خصوصا على غير المسلمين اللي عايشين بره العاصمة دلهي. أكبر مثال على كده إن مرة السلطان بعت ابن بطوطة عشان يقضي في مشكلة بره دلهي، فطلع ابن بطوطة ومعاه قافلة من الحرس برعاية السلطان، لكن وهم في الطريق طلع عليهم جماعة من العصابات هجموا على القافلة وقتلوا الحراس وخطفوا وسرقوا من ابن بطوطة كل ما يملك. ولما عرفوا هم بيسرقوا مين ومين الشخصية اللي كانت كل الحراس دي بتحميها، أطلقوا سراحه عشان ما يبعتش السلطان الجيش يهجم عليهم. فلقى ابن بطوطة نفسه مرمي في غابات الهند ومعهوش أي حاجة تساعده على الحياة، لكن في نفس الوقت شاف إن دي فرصة حلوة جدا عشان يهرب بره الهند. ولما حاشية الملك تدور على ابن بطوطة، على أغلب الظن هيفتكروا إن قطاع الطرق قتلوه أو خطفوه، وطلع من الهند على باكستان. رحلة هروب ابن بطوطة من الهند لباكستان كانت صعبة جدا، لكن أول ما دخل باكستان زار ضريح بابا فريد اللي كان يعتبر واحد من أهم المعالم الإسلامية في المنطقة، وبعد كده راح على مدينة السند، وبعدها رجع للهند زار مدينة هانسي. ولما كان هناك واحد من حراس السلطان الهندي محمد شاف ابن بطوطة واتعرف عليه، قبض على ابن بطوطة ورجعه للسلطان محمد في العاصمة. في اللحظة دي السلطان محمد انفعل على ابن بطوطة بشكل كبير، لدرجة ان ابن بطوطة شك ان هيتم اعدامه حالا، فبدأ يحاول يقنع السلطان محمد انه مهربش ولا حاجة وانه كان مجرد تايه في بلاد المسلمين. لقم ابن بطوطة وفصاحته قدرت تقنع السلطان محمد انه فعلا كان تايه وانه ما كانش عايز يهرب من الهند ولا حاجة. وفي لحظة هدأ السلطان محمد وقرر ان يعفو عن ابن بطوطة، لكن في اللحظة دي قرر الرحالة العربي انه لازم يهرب المرة دي بطريقة مختلفة تماما، طريقة ما يقدرش اي حد يرجعه للسلطان محمد مرة تانية. فكانت محاولة هروبه التانية بعدها بفترة بسيطة، لما راح ابن بطوطة للسلطان محمد وقال له ان عايز يروح لمكة لأداء مناسك الحج. في اللحظة دي شك السلطان في ابن بطوطة للحظة، الشك ده اللي اترجم في منعه من السفر لحد سنة 1341، لأن في السنة دي
السلطان محمد بعت ابن بطوطة في رحلة مع بعثة للصين عشان ينظموا بناء معبد بوذي على جبال الهيمالايا، في محاولة من السلطان محمد لإرضاء الشعب البوذي اللي عايش في الهند. لكن التاريخ قرر يعيد نفسه للمرة التانية. قطاع طرق وعصابات هجمت على البعثة وخطفوا ابن بطوطة وسرقوا كل حاجة منه. ولما أطلقوا سراح ابن بطوطة كان في حيرة يعمل إيه، بس المرة دي ابن بطوطة ما هربش لأنه أساسا كان عايز يروح الصين، فقرر يروح المدينة اللي كانت البعثة متجهة إليها، وهي مدينة خنبهات. ولما وصل ابن بطوطة للمدينة لقى إن بعض أفراد البعثة اللي عرفوا يهربوا من قطاع الطرق هم كمان توجهوا لخنبهات واتجمعوا مع بعض مرة تانية، وكمل معهم الرحلة لمدينة كالكوت. وهم بيكملوا رحلتهم طلعوا على 3 سفن في عرض البحر، لكن حظهم كان سيء لأن عاصفة قوية جدا ضربت الفوج، سفينة غرقت وواحدة هربت. لكن السفينة اللي كان عليها ابن بطوطة اتكسر منها أجزاء كبيرة جدا، لكن لحسن حظه السفينة عرفت ترجع لمدينة كالكوت. العاصفة الضخمة دي فرطت أعضاء البعثة ل3 فئات، جزء منهم مات وجزء ما كانش معروف مكانه فين، والجزء الثالث كان ابن بطوطة وواحد من الحراس. ساعتها أقنع ابن بطوطة الحارس إنهم يتوجهوا لسلطان المنطقة المحلية نواياس، لكن تفاجأ الحارس لما ابن بطوطة طلب من السلطان إنه يحميه من الحارس ومن السلطان محمد سلطان الهند. وكانت المفاجأة لما أمر سلطان منطقة نواياث إنه يحمي ابن بطوطة وإن يتم القبض على الحارس اللي معاه. وقال سلطان نواياث لابن بطوطة: أنت في مدينتي وتحت حمايتي، ولا يوجد سبب مقنع لرجوعك للسلطان الهمجي السلطان محمد. لكن ولأن مدينة نواياث تعتبر جوه نطاق الولاية الهندية، كان جوه قلب ابن بطوطة خوف إن السلطان محمد يبعت جيشه عشان يرجعه تاني للعاصمة دلهي. لكن المفاجأة إن بعد شهور قليلة حصل أكبر انقلاب في المنطقة وقتها، حرب أهلية كادت أن تمزق الدولة الهندية كاملة، ودي اللحظة اللي عرف يستغلها ابن بطوطة عشان يهرب بالكامل من الهند. استغلال ابن بطوطة للفوضى خلاه يقدر ياخد سفينة ويطلع من الهند نهائيا ويتجه إلى جزر المالديف. ولما وصلت المدينة لجزر المالديف انبهر ابن بطوطة بجمال البحر والجزر الخلابة، فقرر انه يقابل الحاكم المحلي. ساعتها اكتشف ابن بطوطة ان الحكم في جزر المالديف شبيه بالحكم في الهند، الحكام مسلمين لكن اغلب المحليين بيمارسوا الديانة الهندوسية. وللمرة التانية قرر حاكم جزر المالديف انه يعين ابن بطوطة قاضي خاص بيه. وفضل ابن بطوطة لمدة 9 شهور في جزر المالديف، لكن بسبب إصرار ابن بطوطة على تطبيق الشريعة الإسلامية بالرغم من أن أغلب السكان ما كانوش مسلمين، بدأ يحصل توتر في المنطقة، فقرر يهرب من جزر المالديف قبل ما يحصل له أي مشاكل هناك. فبعد ما طلع من جزر المالديف اتجه إلى سريلانكا، لكن جت عاصفة مرة تانية ودمرت السفينة اللي كان عليها ابن بطوطة. ومع إنه قدر ينجو من العاصفة إلا إن السفينة كانت معلقة وسط البحر بسبب الدمار اللي أصابها. وفي اللحظة دي بدأ ابن بطوطة يحس إنه أقرب ما يكون إلى الموت. العطش الشديد في وسط البحر كان مدمر كل التفكير المنطقي اللي في دماغه، لكن شاف من بعيد وميض أمل، سفينة تانية قربت منه، فبدأ يلوح بعلم أبيض عشان يطلب المساعدة. ولحظة الأمل كبرت لما شاف ابن بطوطة إن السفينة بتغير اتجاهها ناحيته. ولما السفينة بدأت تقرب منه واحدة واحدة اتفاجئ بسهم مشتعل فيه النار بتضرب السفينة اللي كانت جاية تنقذه. ولما بص السهم دوت جاي من انهي اتجاه اتفاجئ اكتر بسفينة قراصنة جاية تهجم على السفينة اللي كانت بتتجه ناحية ابن بطوطة. ولما بدأ يبص السهم المشتعل بالنار مين اللي اطلقه اتفاجئ بسفينة قراصنة بتهجم على السفينة اللي جاية تنقذه. ساعتها حس ابن بطوطة بالرعب، لو القراصنة قبضوا عليه فالموت محتم، فقال ان كده كده هو بيخاطر بحياته، فاخد جذع خشبي من اللي كانوا بيطفوا على المية وبدأ يجدف بيه بسرعة جدا عشان يهرب من القراصنة. والمفاجأة ان خطة ابن بطوطة نجحت وفعلا وصل إلى سريلانكا. والطبيعي إن بعد اقتراب ابن بطوطة من الموت بالشكل ده يقول كفاية عليا رحلات وعايز أرجع بلدي المغرب. لكن المفاجأة إن ابن بطوطة بدأ يدور على أي طريقة يجمع بيها المال، مش عشان يرجع لبلده تاني بل عشان عايز يروح للصين. وأول ما ظبط أموره ماديا طلع عشان يقابل الشاه جلال حاكم البنغال اللي كان مؤثر جدا في تاريخ المنطقة، لدرجة إن مطار بنجلاديش الدولي متسمي النهاردة على اسمه، واللي مقام يعتبر من أهم المزارات في دولة البنجلاديش. المهم بعدها أبحر ابن بطوطة لسلطنة ساموديرا باساي اللي هي النهاردة معروفة بإندونيسيا، ومن هناك اتحرك للصين. وبعد ما عدى على محطتين في الطريق عشان يتزود بالمؤن وصل لهدفه مدينة تشوان شو الصينية.
لما وصل ابن بطوطة للصين اتفاجئ بالاستقبال الضخم والحافل من التجار المسلمين في المنطقة، فاسم ابن بطوطة في الوقت ده كان مشهور في العالم كله بأنه أقوى وأفضل رحالة من خلفية إسلامية. ففضل ابن بطوطة في المدينة فترة بيزور كل المعالم السياحية، بعدها راح لتشوانغ شو، وأخيرا راح فوشاو، وهناك قابل رحالة عربي تاني اسمه البشري. البشري كمل الرحلة مع ابن بطوطة وزاروا مع بعض مدن كتيرة مختلفة في الصين. لما زار مدينة هانغشو وصفها بأنها أضخم مدينة شافها في حياته، وبعد كده اتجه ابن بطوطة والبشري إلى العاصمة الصينية بكين، وهم في الطريق مع بعض حكى ابن بطوطة للبشري حكاياته اللي حصلت له في الهند. فساعتها البشري قال لابن بطوطة: أنا عندي فكرة حلوة جدا، احنا هنشتري زي رسمي هندي، وإن أنت يا ابن بطوطة هتلبس الزي دوت وهتدخل على حاكم بكين وهتقول له إن أنت جاي من بعثة هندية، وهتتفاجئ بكمية العطايا والاستقبال الحافل اللي هيقدمهم لك إمبراطور الصين. وبالفعل نفذ ابن بطوطة نصيحة البشري، النصيحة اللي خلت ابن بطوطة يتحول لضيف عند أكبر المسؤولين في الصين من وزراء وتجار وحتى الأسرة الحاكمة. وبسبب الاحتفاء الكبير اللي حصل لابن بطوطة من الأسرة الحاكمة في الصين خلاه للحظة يفكر مع نفسه في سكون: هل أنا خلصت رحلتي دلوقتي؟ هل أقدر أرجع بلدي مرة تانية؟ أنا نفذت وصية الشيخ المرشدي والشيخ برهان الدين في إني أكون أشهر رحالة عربي في التاريخ. هل أنا كده أديت واجبي؟ في اللحظة دي خد ابن بطوطة واحد من أهم القرارات في حياته، إنه يرجع المغرب بلده الأم مرة تانية. وفي سنة 1346 وصل ابن بطوطة لمدينة دمشق، لكنه اتحبس هناك لفترة بسبب الطاعون اللي انتشر في المدن، لكنه قدر يتحرك بعد أشهر قليلة لمدينة القدس ومنها لغزة، وبعد غزة اتجه لمدينة الجيزة المصرية عشان كان نفسه يشوف الأهرامات. لكن وهو في الجيزة بدل ما يرجع للمغرب فكر إنه عايز يؤدي مناسك الحج مرة أخيرة، القرار اللي هيندم عليه ابن بطوطة بشكل كبير لما يرجع للمغرب، لأن بعد ما ابن بطوطة خلص مناسك الحج في مكة طلع على الإسكندرية، ومن هناك أخد سفينة واتجه إلى المغرب، لكن قرر يقف في مدينة سردينيا لأن كان سمع إنها واحدة من أجمل المدن في العالم. ولما وصل المغرب سنة 1349 اتفاجئ إن والده مات من 15 سنة، وإن والدته ماتت من 3 شهور بس. وده اللحظة خلاه يفكر: هل لو كنت اتجهت من الجيزة للمغرب على طول كنت هشوف أمي قبل ما تموت؟ الحزن سيطر على ابن بطوطة، وده خلاه يوصل لندم كبير جدا. وبعد ما استقر في المغرب يوم واحد بس اتفاجئ إن كل اللي يعرفهم من قريب أو من بعيد ما عادوش موجودين، وده اللي خلاه بعد أسبوع واحد بس من استقراره في البلد يدور على هدف جديد. فسمع إن الملك ألفونس كان بيتحرك بجيشه باتجاه ميناء جبل طارق المعروف دلوقتي باسم بورت اوف جبرالتار بهدف غزو وطرد المسلمين من المنطقة. فقرر ابن بطوطة إنه يشارك مع المجاهدين في الحرب، فراح إلى الأندلس وبدأ يستنى جيش ألفونس يوصل للمدينة. لكن مع طول الانتظار كل اللي جالهم هو مجرد خبر موت الملك ألفونسو وهو في الطريق، وده اللي أدى إلى انسحاب الجيش. ساعتها شاف ابن بطوطة إن أنسب حاجة يقدر يعملها هو إنه يكمل رحلاته، فراح زار مدينة فالنسيا وبعدها رجع للمغرب يكتشف بلاده الأم بطريقة معمقة زي ما كان بيكتشف البلاد المختلفة. فراح مدينة مراكش وبعدها مدينة فاس وأخيرا لمدينة سجل ماسا، أتمنى أكون بنطق الاسم صح. ساعتها فكر ابن بطوطة إنه ما استكشفش أي حاجة من مدن غرب إفريقيا، فحب إنه يطلع في رحلة استكشاف جديدة. اتجه ابن بطوطة من المغرب إلى إمبراطورية مالي وزار كذا مدينة هناك، لكن رحلته التانية ما طولتش لأنه هو في الطريق جات له رسالة من سلطان المغرب أمره إنه يرجع تاني للبلاد. فوافق ابن بطوطة ورجع سنة 1354 تاني إلى المغرب بأمر ملكي، وبدأ يكتب في مذكراته ورحلاته ومغامراته اللي عاشها لمدة 24 سنة. وفي سنة 1369 مات الرحالة العربي ابن بطوطة، وبموته أصبح مخلد في التاريخ كأشهر رحالة عربي اللي قدر يحقق النبوءة اللي اتقالت له وهو عنده 21 سنة. لو عجبك الفيديو ده أكيد هيعجبك الفيديو ده، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان تجيلك فيديوهاتنا الجاية، وافتكروا دايما إن القصة وراها حكاية.